بسم الله الرحمن الرحيم. اللي يزني أو يفعل فاحشة اللواط أو السحاق أو العادة السرية أو يزني ببصره أو تزني ببصرها أو لسانها أو رجلها أو يدها، وذلك عن طريق التليفون أو الإنترنت أو الشاتنج، ينظر بعينه يزني بعينه إلى أفلام جنسية أو غيره، هل لهم عذاب دنيوي؟ وما هو هذا العذاب الدنيوي؟ انظروا لهذه الآية التي يقول ربي فيها: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا العذاب الأليم ما هو؟ فكرت يا أخوان ما هو العذاب الدنيوي الذي يعذب الله به من تعدى على محارمه واعتدى على محارمه، سواء بزنا أو لواط أو سحاق، أو تعدى على نفسه بعادة سرية أو مكالمات تليفونية. بعد صلاة الظهر دق التليفون: السلام عليكم. وعليكم السلام. وإذا بشاب يبكي، شاب يبكي. يا أخي انتظر، خل أسمعك. قال: يا دكتور أنا والله آخر زنوة زنيتها من 7 سنين في بلد عربي مجاور، وبعدها تبت وتزوجت وصلح حالي وأموري، وقبل 3 أسابيع بدأ يجيني إسهال شديد وعدم شهية للأكل وينقص وزني. ذهبت إلى مستشفى وحللت، قالوا لي فيك الإيدز. خدت عيالي وزوجتي، قالوا لي فيهم الإيدز. يا دكتور شو سوي؟ يا دكتور شو سوي؟ صحيح ربي يمهل ولا يهمل، صحيح. وأملي لهم إن كيدي متين. روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولا ظهرت الفاحشة في قوم إلا سلط عليهم الموت. والإيدز طريق إلى الموت. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله. قدمت لكم هذه المادة من موقع وذكر الإسلامي www.وذكر.net.